موضوع غلاء المحروقات طرقنا له كثير داخل هذه المؤسسه، والجواب ديالكم اليوم في واد والواقع المعاش في واد اخر. غير نهار السبت لاحظنا بان كان واحد الارتفاع في الغازوال وفي البنزين. السيده الوزيره، احنا ما عرفناش واش هذاك الدعم المهني اللي عطيته للسائق المهنيين هو اللي غادي يحل هذه الاشكاليه. ما كنظنش غادي يكون هذاك هو الحل. راه المواطنين كيعانيوا بزاف، وكنبهوكم لكل مره بان هذا الشيء راه كيهدد السلم الاجتماعي. السيده الوزيره، شنو غادي ديروا في هذا الغلاء اللي راها كتعيشوا البلاد دابا؟ الا شفتوا بان ماتيشه وصلت ل 12 درهم، بطاطا والبصله 9 دراهم، 10 دراهم، البيض 30 ريال، وراه هادو هما المواد اللي كيعيش بهم المواطن. المواطنين المغاربه هما اللي كيعيشوا بهذا الشيء. شنو غيديروا المواطنين في ظل هذا الغلاء ورمضان على الابواب؟ واللي وراه ارتفاع المحروقات كيساهم بواحد الشكل كبير في ارتفاع هذه المواد الاساسيه. مع الاسف في غياب تام الحكومه، وكذلك ومع الاسف غياب بعض النقابات اللي تخلات على الدور ديالها، راه هذا الشيء كله ادى الى الامراض، ارتفاع الامراض النفسيه، الانتحار، بصفه عامه تفكك الاسر المغربيه. وهذا الشيء راه كيأثر بزاف على السلم الاجتماعي. السيده الوزيره، شنو غادي تقدروا ديروا لنا في ظل هذا الغلاء؟ راه الان ومن الضروري باش الكل يتحمل المسؤوليه، انتم كحكومه وكذلك النقابات وكذلك مجلس المنافسه، احنا كنواب غادي نوصلوا صوت الشعب. السيده النائبه المحترمه، شكرا.